انتشر مساء أمس خبر وفاة الممثل السوري القدير سلوم حداد عن عمر يناهز 69 عاما دون توضيح للأسباب. وما لبث أن انتشر الخبر حتى نفته نقابة الفنانين السوريين، وكتبت عبر حسابها على موقع فيسبوك: الزميل الفنان القدير سلوم حداد بألف خير، وكل ما يقال حول الزميل فهو إشاعة. الرجاء عدم تداول أي خبر إن لم يكن صادرا من نقابة الفنانين. كما ونشر سلوم عبر صفحته الخاصة على فيسبوك: تداول بعض المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية خبر عن وفاتي، وأنا أنفي جميع الأخبار المنشورة عن وفاتي، وأنا بخير وصحة جيدة، أشكركم جميعا. وقد أكدت نقابة الفنانين السوريين على أن الفنان القدير سلوم حداد بصحة جيدة، نافية ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاته. ونشرت النقابة عبر صفحتها على فيسبوك: الزميل الفنان القدير سلوم حداد بألف خير، وكل ما يقال حوله فهو إشاعة، مشددة على عدم تداول أي خبر إن لم يكن صادرا من نقابة الفنانين. وقد تداولت مواقع إعلامية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد شائعة وفاة حداد، الأمر الذي أثار قلقا في صفوف محبيه. وسلوم حداد فنان سوري من أصل أرمني، يبلغ من العمر 69 عاما، ويلقب بفارس الدراما السورية. لديه العديد من الأعمال الخالدة والشهيرة، أبرزها مسلسل الزير سلم ومسلسلي ولاد البلد وعلى قيد الحب. سلوم حداد الممثل السوري ولد في 29 من مارس آذار عام 1953، عمره 68 سنة، برجه الفلكي هو الحمل. ولد في مدينة حلب بسوريا من أصول أرمنية. حصل على كلية الفنون الجميلة من جامعة دمشق، وذلك لرفض والده أن يدرس التمثيل في مصر. انضم إلى نقابة الفنانين السوريين في عام 1980 وأصبح أحد أعضائها. يعتبر سلوم حداد من أهم الممثلين العمالقة في سوريا، والذين شاركوا وخدموا الفن في سوريا بشكل كبير. جسد خلال مسيرته الفنية عدد كبير من الشخصيات التاريخية. في عام 2007 قام نادي السينما الطلابي بتكريمه في مدرج الباسل بجامعة حلب، وذلك بسبب مجهوداته الكبيرة في الفن في سوريا. حصل في مهرجان القاهرة للإعلام العربي بدورته الخامسة عشر على جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل الدوامة، وفاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل رسائل الحب والحرب، وذلك في مهرجان الخليج للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني. كان ينتقل من دولة عربية لأخرى، وعند وجوده في الخليج أنشأ شركة خاصة للإنتاج به، متزوج من نورا النوري، وأنجب منها أمير ومريم، ويسكن هو وعائلته في سوريا حالياً. ابنته مريم هي فنانة معروفة، وحصدت أيضاً عدد من الجوائز عن أعمالها، وأبهرت الجميع بجمالها وأعمالها التي شاركت فيها. سلوم حداد الممثل السوري بدأ مسيرته الفنية في سنة 1974، ثم شارك في أعمال مختلفة في المسرح والسينما والدراما. شارك في أول أفلامه السينمائية عام 1980 بعنوان موعد مع المجهول، وشارك أيضا بشكل كبير في الأعمال الدرامية أكثر من أي مجال آخر. وشارك أيضا الأدوار السياسية والاجتماعية، وظهر بدور صغير في الفيلم المصري صرخة نملة، الذي جسد فيه دور ضابط، ونال شهرة واسعة بسببه، وذلك في عام 2011.